السلام عليكم، كيفكن حبايبي؟ شو أخباركن؟ بتمنى تكونوا الجميع بخير يا رب. اليوم رح نعمل أكلة طيبة كتير وبمكونات بسيطة وبطريقة سهلة كمان. اليوم رح نعمل الكبة بالصينية بدون هبرة بدون ماكينة، بمكونات مثل ما قلت لكم بسيطة ولكن طعمة طيبة كتير ورائعة، وبوعدكن رح تاكلوا أصابعكن وراها. حبايبي خلينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول شي بنحط كاستين برغل. طبعا البرغل مثل ما بقولكن اختاروه دائما يكون لونه مايل للسمار، وطبعا نوعية البرغل برغل ناعم مشان الكبة. بعد ما نضيف كاستين البرغل حبايبي بنضيف فوقن كاسة مي. طبعا المي خليه تكون فاتر، مي فاترة، وبعدين بنحركهم بهاي الطريقة لحتى البرغل يتشرب بالمي. وبعد ما بنحركهم منيح بنتركهم لمدة نصف ساعة لحتى يتشرب البرغل بالمي حبايبي. وبعد ما بتمضى النصف ساعة بنضيف فوقهم كاسة طحين ومعلقتين ملح. طبعا الملح محطوط مع الطحين. وبعدين بنحركهم بهاي الطريقة لحتى كلهم يتجانسوا مع بعضهم، وبعدين بنفركهم بإيدنا. طبعا بنفركهم هيك بطريقة الفرك حبايبي. بنعجنهم بطريقة الفرك، ولكن أنا لاحظت إنه ناقصين مي، مشان هيك ضفت لهم شوية مي وأنا عم بفركهم. هلأ رح أتركهم شوي وروح جهز الصينية والحشوة. ما شاء الله شوفوا هلأ أنا دهنتها للصينية بالسمنة. طبعا لازم تكتروا السمنة شوي، لأنه هاي الكبة بتحب السمنة كتير كتير، عشيقة قلبها السمنة. هلأ بعد ما بندهنها بالسمنة بنفرد أول طبقة بقلب الصينية من عجينة الكبة، وهاي الحشوة جاهزة معنا. رح نضيفها فوق الطبقة الأولى من البرغل، وبنفردها هيك بالتساوي فوق البرغل لحتى تطلع الصينية كلها محشية، ما يطلع عنا زوائد بدون حشوة. بعد ما نحشيها بنحط فوقها كمان الطبقة الثانية وبنقطعها بهاي الطريقة، وبنعمل منها أشكال بحيث إنه تكون معنا القطع. شوفوا كيف هيك على هذا الشكل حبايبي. بعد ما نقطعها كمان نرجع بنحط فوقها سمنة وبندخلها على الفرن لحتى تتحمر وتستوي حبايبي. وهلأ أنا انتهيت من طبخ الكبة بالصينية وطلعتها من الفرن. شوفوا ما شاء الله شو ظريفة، شو متأمرة، شوفوا لونها ما أحلاه، وهالقطع ما شاء الله كتير كتير حلوة ورائعة. شوفوا اللحمة ما شاء الله كيف يعني عم تلالي من بين الكبة. أنا أصلا ما سمكتها كتير مشان تكون طيبة كتير كتير وظريفة وتكون على ذوقكم حبايبي. بتمنى هالأكلة تعجبكم وتعملوها بنفس الطريقة. وهلأ خلينا نشيل قطعة لحتى نشوف كيف وضع الكبة. شوفوا ما شاء الله كيف انشالت بكل سلاسة وبكل طراوة. شوفوا ما شاء الله ما أحلاها، شلون متماسكة مع بعضها، وحتى ما علقت بالصينية أبدا أبدا. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله فعلا يعني ريحتها فايحة وكتير كتير ظريفة وطيبة، وبتمنى تعجبكم وبتمنى تعملوها بهاي الطريقة مثل ما قلت لكم. ولا تنسونا من الدعم والاشتراك، وإن شاء الله ألف صحة وهنا.